ايه يا عبد، انا سمعت انت بقيت مسجل. والله يا كابتن محمد، شركة اوبر الشركة الواطية معروفة بظلمها، والظلم في ظلم اللي بتعمله مع الكباتن. ادوني بلوك ظلم، واروح عشان استفهم على البوابة، وقفوني قالوا لي لا انت مسجل وانت واخد بلوك. مسجل؟ مسجل. ارهاب دي ولا ايه؟ لا مسجل واخد بلوك، ممنوع من الدخول. طب يا جماعة استفهم اعرف فيه ايه؟ مفيش برضك. خلاص نهينا الشراكة معاك. طب ليه كده؟ مش عارف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ بلوك جديد من بلوكات اوبر بدون اي داعي، بدون اي حاجة. الراجل جه في مرة كده وهو شغال لقى ان هو جاله بلوك، فراح الشركه عملوا معاه مشكله، قالوا له انت مسجل على البوابه. مش عارف انا ايه الجديد ده بتاع اوبر. الاول كان اللي واخد بلوك بيخش يتكلم مع بتاع خدمه العملاء بيشوف الدنيا فيها ايه، لا ده بيقول له انت مسجل. في حاجه اسمها مسجل ايه؟ مسجل قوائم ارهاب ولا مسجل خطر ولا مسجل ايه بالظبط؟ ايه اللي مسجل ده؟ شركه متخلفه. والمشكله المصيبه فين؟ ان الاكونتات بتتعمل من جوه شركه اوبر. فمعانا كابتن عبده هو يحكي القصه من اولها، بس حاول ايه تنجز في الكلام. اتفضل يا عم. ازيك يا كابتن محمد؟ الله ومسي على متابعينك الكرام والناس المحترمه اللي بتتابعك من جميع انحاء مصر. الله يخليك. اللي حصل معايا والله يا كابتن محمد، انا عميل كنت في اكتوبر، بالما هيلز اكتوبر. العميل ده لسه عامل تقييمه 5، لسه عامل اكونت جديد. واللي حصل كالاتي: عمل الرحله، قبلت، رحت له عند النقطه، هو عامل النقطه جوه الكومباوند، طلع هو بره الكومباوند بكيلو او 2 كيلو. فاتصلت بيه بقول له يا باشا انت فين؟ قال لي انا عند النقطه. بقول له انا عند النقطه وبص على العربيه هتلاقيني واقف عند النقطه. قال لي لا انت مش موجود، انت بتكذب. بقول له يا كابتن يا باشا انا عند النقطه. انت بتكذب وش كده، لا لي وش. فبقول له حضرتك اتكلم باسلوب احسن من كده، مش شغال عندك. طيب انا هوريك. راح رازع السكه في وشي. المهم عدى 5 دقايق عليه، راح مكنسل، نزلت عليه غرامه، اشتكاني وانا واقف عند النقطه. فمعرفش، اشتغلت شويه بالليل، بعتوا لي رسايل انت مش عارف ايه ورسائل مقلقله وتحذيرات ومش عارف ايه. الاقي اتفاجئ تاني يوم الصبح الاقي خدت بلوك نهائي. ظلم في ظلم والله، من غير ما اعمل له اي حاجه، وهو ما ركبش معايا. بعت لهم طيب رساله؟ عملت حاجه؟ بعت للدعم، قالوا لي لا انت خلاص تم انهاء الشراكه معك، وشكرا يعني 4-5 سنين تعب وشقى معاهم، داخل في 5 سنين معاهم وبدون اي ظلم. وعميل لسه عامل اكونت، لسه تقييمه 5، عشان حاطط نقطه الالتقاء غلط يدوني بلوك. انا مش عارف الشركه هو دي عمل شكوى فيك، وخصوصا ان انت بتقول ان انت كلمته في التليفون وبتقول له اتكلم بالطريقه. بقول له ايوه بابي. لا هو اوبر عاوزك تاخد على قفاك، يعني انا دلوقتي بالجزمه من غير ما تتكلم. يعني اخد بالجزمه من غير ما تتكلم واقول له حاضر ونعم. ايوه ده عدل ربنا. هو ده حسبي الله ونعم الوكيل. هي شركه بنت لذينه متخلفه، وهي كده ماشيه غلط. يعني الاكونتات بتتعمل من قلب جوه اوبر. ايوه. طب ما ناس كتير، اقول لك على حاجه دي معروفه، بتاع الامن اللي بره بيقول لك مش عارف ايه، بتقول له طب انا عاوز اعمل اكونت، بيقول لك طب تعالى لي بالليل وخد الرقم ده وكلمني ومش عارف ايه والكلام ده السكيورتي يا كابتن. ايوه، ما هو عشان بيظبط مع حد من جوه وبيعمل لك اكونت من جوه الشركه، وهي ماشيه شمال جوه الشركه. هي شركه كلها فاسده، شمال في شمال. هم بيدونا بلوكات على ايه بس؟ يعني المسافه بينه وبين العميل 8 كيلو و10 كيلو. يعني رضيت بالهم والهم مش راضي بينا. لا اله الا الله، والله العظيم انا لله وانا اليه راجعون. يعني بيبقى بينه وبين العميل 8 كيلو و10 كيلو وبنوافق وبنقول يعني اقول ايه بس. انت عربيتك ايه؟ عربيه تويوتا كرولا موديل 21. خساره في الشركه قسما بالله. فردة الكاوتش بتاعت عربيتي برقبه شركه اوبر. يعني انت يعني انت كنت شغال كومفورت كمان؟ وعربيتي كومفورت. كومفورت. واقول لك على حاجه، وبدل اكونت اعمل 100 اكونت. هي كده شركه شمال وماشيه شمال، ومن قلب السكيورتي اللي لحد خدمه الدعم بيعملوا اكونتات من قلب الشركه بفلوسه ب 1000 ونص وب 2000 جنيه. ما علينا ماشي. وهم بيتنكوا على ايه؟ هم لاقيين عربيات يا راجل يا طيب، قسما بالله ما في عربيه، ملايين عربيات اساسا لاوبر. العميل بيقعد بال10 دقايق، والعملاء اللي بتقول كده مش انا يا باشا. انا بركب معاه العميل بيقول لي ايه يا كابتن هو انتوا فين؟ بينه وبينك 8 كيلو و10 كيلو وما فيش عربيات. برضك على سبيل عشان كل واحد ياخد حقه. على سبيل المثال نفس الاوردر ده مع عميله في ديدي. انا والله ما بجامل، بقول كلمه حق والله، وربنا هو اللي يشهد عليا، بقول كلمه حق. نفس العميله برضه، عميله كان معاها كلب ورفضت ان اركبها، راحت عامله شكوى كيديه، شكوى ظلم في ظلم لامن والسلامه من ديدي. مشكورا اتصل بيا يا كابتن الاخبار، قلت له 1 2 3. قال لي طيب خش على الدعم واكتب في المساعده دي
وخدت بلوك بسببها. ولما كلمني بتاع الدعم شال البلوك مشكورا ومتشكرين ويعني دي حاجه حلوه حصلتها معايا في دي يعني انت بتقول ان فرق بين اوبر راح مديها بلوك على طول، لا من غير انذار. دي راحت اتصلوا بيك وقال لك ايه اللي حصل. ما هو ده الفرق، خلي بالك. اوبر بتتعامل بعلو شويه، ان هي اكبر شركه وان هي فبتعمل اللي هي عاوزاه وبتوقف ده وتعمل ده وتخلي بتوع الدعم يعملوا اكونتات مضروبه لناس ويعملوا اكونتات من جوه الشركه. في ناس عامله اكونتات سليمه مش مضروبه من جوه الشركه نفسها وبالفلوس وب 1400 وب 1500 ب 2000 جنيه كمان من جوه الدعم ومن جوه شركه اوبر. لكن دي عاوزه ايه؟ خلي بالك ايه الفرق. خلي بالك الشركات كلها شبه بعض، بس الفرق بين دي واوبر ان دي عاوزه دلوقتي تلم الكباتن حواليها، عاوزه تعمل مش عارف ايه، عاوزه تعمل فاهم. لا وخد عندك كمان اللي بيعمل اكونتات ده ايه؟ ده الباشا السكيورتي اللي هو بره الامن اللي عامل نفسه امن، هو ده اللي بياخد الزباين، بياخد الكباتن ما علينا لخدمه الدعم. ما علينا احنا بنتكلم برضك في فرق بين ده وده. فهي الفكره كلها طبعا الفكره كلها ان انت يعني مش اول ولا اخر واحد تاخد بلوك. ورساله برضك للشركه ان انت تعمل 300 اكونت ما فيش اي مشكله. انا اعرف واحد شغال بثلاث اكونتات وعاملهم وشغال بيهم وزي الفل، ويوقف ده شويه وياخد عرض على ده ويعمل ده وشغاله 100 100. هي شركه اوبر اللي فتحت الكلام ده، خليها تقابل بقى ما فيش اي مشكله. فالراجل ده مش اول ولا اخر واحد عمل له بلوك، هيعمل اكونت واثنين و10 بس احنا بس بنوري زباله شركه اوبر وفساد شركه اوبر اللي هو من جوه الشركه. فدي حاجه يعني كلنا واخدين عليها واتكلمنا فيها كتير. ولو حد عنده اي مشكله بقى يبعتها لنا، واي حد معاه مشكله وعايز يجي يتكلم برضك زي عبده ويجي ويقول اللي هو عاوزه مفيش اي مشكله. اهم حاجه لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس يوصلك لنا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو. اي حد عنده اي مشكله يبعتها لنا. وقبل ما نبدا في الفيديو صلوا على النبي، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.